صور خلابة انتشرت على مواقع التواصل بشكل واسع خاصة في السعودية والسودان. رواد مواقع التواصل تساءلوا عن موقع هذه الصور وقصتها ليتبين أنها جمعت والتقطت من قبل مصورين سعوديين يقومون برحلة إلى السودان، يقومون بدورهم بتوثيق من خلالها عبر عدساتهم طبيعة البلاد الخلابة ويوميات أهل السودان الطيبين، لينشروا هذه الصور على مواقع التواصل مع هاشتاج السودان بعيون سعودية. الهاشتاج والصور المتداولة لافتة ولاقت استحسان رواد مواقع التواصل بشكل واسع، حيث عبر كثيرون عن انبهارهم بجمال الطبيعة في السودان ورغبتهم في زيارتها يوما ما، كما غرد السودانيون بشكرهم للمصورين السعوديين على زيارتهم مرحبين بزوار بلادهم. نتوقف مع أكثر الصور المتداولة عبر هذا الهاشتاج كما ذكرنا السودان بعيون سعودية. المصور السعودي ورئيس نادي عسير للتصوير الفوتوغرافي عبد الله آل شجاع هو أحد المشاركين في الرحلة إلى السودان، واستخدم حسابه على سناب شات لتوثيق هذه الرحلة. نتابع مقاطع من تغطيته. الله يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله. ما شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله. ما بعوي. سلامك الله. كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. ها يا ابو طلال. ها كيف؟ تمام؟ انا اول مره اركب جبل. وفي السودان. وفي السودان. دي شيخنا حقه تقوم تشرح لي؟ مقعد. قوم مقعد. ده مقعد. اي وده بطان. وين البطان؟ ده البطان. في كادوكلي أو كادوغلي ما شاء الله تبارك الله، مكان جميل جدا جدا جدا، والمطر يهطل علينا الآن الساعة الآن. والحديث أكثر عن رحلة مصورين سعوديين إلى السودان وتوثيقهم السودان بعيون سعودية عبر مواقع التواصل، ينضم إلينا من الخرطوم المصور السعودي ورئيس نادي عسير للتصوير الفوتوغرافي عبد الله آل شجاع المشارك في هذه الرحلة. يعطيك العافية، يعني زي أي أحد فعلا هذه الصور بالسودان، وإيش اللي وداكم للسودان؟ هل هي مخططة ولا شباب وحابين تطلعون لمكان جديد؟ مساء الخير والله يحييك إن شاء الله. للأمانة هي مخططة من فترة طويلة أنه نزور السودان. في زملاء لنا الأستاذ سليمان مطوع والأستاذ عامر الزين والأستاذ فارس طيران زاروا السودان أكثر من مرة، ويمكن الأستاذ سليمان الزيارة هذه الرابعة له، والأستاذ فارس وعامر الزيارة الثانية لهم، وشجعونا بالصور صراحة، وقالوا يعني إيش رأيكم نطلع نصور ويكون جولة لنا جميلة في السودان. اخترنا أنه يكون في هذا الشهر، شهر 8. كنا يعني مرتبين، الأستاذ سلمان متوكل المصور السوداني بدعوة منه تم التنسيق للرحلة هذه، والحمد لله يعني كانت رحلة جميلة صراحة. أنا كانوا حريصين علي إني أطلع، ورغم اني كنت يعني ما كنت اتوقع ان السودان بهالطبيعه، كنت اتوقع ان السودان يعني صحراء قاحله، ما في طبيعه، ما في جمال وكذا، لكن للامانه انا تغيرت النظره 100%. طيب أنت كالمئات، يعني وزي ما قلت لك في بداية كلامنا، كثير ناس استغربوا أن هذه الصور من السودان، فبطريقة أو بأخرى شجعت السياحة للسودان. هل أنتم لمستوا هذا الشيء؟ وإيش خطتكم الجاية؟ هل راح تساعدوا بتنشيط هذا الموضوع؟ بإذن الله اللي حاصل يعني بين المملكة العربية السعودية والسودان يعني علاقات وطيدة جدا وأخوة بين البلدين والشعبين، وللأمانة السودان بلد جميل جدا، يعني خاصة في بعض الأماكن في جنوب شمال كردفان وجنوب كردفان لقينا طبيعة شيء خيالي، يعني من كثر اللي شفناه من الطبيعة ما عاد صرنا نصور بكاميراتنا،
صرنا نصور بجوالاتنا، صرنا أحيانا نتوقف مع نصور بس نشوف الطبيعة ونتأملها ونتأمل الجمال اللي حاصل. أنت كمصور بس أنت كمصور يعني وش أكثر شيء لفتك؟ يعني زي ما قلت زملائك سبقوا زاروها، فأنت شايف شوي من طبيعة السودان، بس إيش اللي جذبك أكثر شيء وكان مادة صعبة لتصويرها؟ قصص يعني كذا من خلف الكواليس. في للأمانة في قصص كثيرة جدا، يعني تنوع جميع أنواع التصوير، طبيعة موجودة، طيور موجودة، حياة الناس موجودة، تنوع في حياة الناس، يعني شيء صراحة يعني ما أقدر أوصفها للأمانة، شيء جميل جدا. أنا بإذن الله لازم أكرر الرحلة هذه، يمكن ما تستبعد يمكن بعد شهرين 3 أشهر نرجع للسودان أو بعد سنة، ما ندري عن الأوضاع إن شاء الله. طيب ضروري أستاذ يعني عبد الله علشان الوقت أن نستفسر عن ردة فعل نفس السودانيين، كيف لقيت التفاعل من طرفهم عبر مواقع التواصل تحديدا؟ أنا صراحة ما شاء الله تبارك الله، خاصة في اليوتيوب، يعني اليوميات اللي كنت أنشرها في سناب شات ثم تحفظ وتنشر في اليوتيوب، كان في تفاعل كبير وترحيب، يعني للأمانة أخجلونا بترحيبهم، أخجلونا يعني طيبة قلوبهم، ما شاء الله تبارك الله، طيب الأخلاق، الترحاب. كذلك اليوم كنا عند سفير المملكة العربية السعودية، كان مرحب فينا ويعني مستبشر بالشيء اللي وصلنا له، نحمد الله من يعني إظهار جمال السودان وبإذن الله تراثها وطبيعتها الجميلة للعالم. نعم، هم سمحين وطيبين وكريمين، لكن طبيعتهم هو الجديد بالنسبة لنا. من الخرطوم المصور السعودي ورئيس نادي عسير للتصوير الفوتوغرافي عبد الله آل شجاع المشارك في الرحلة، شكرا لكم ولكاميراتكم.